في فيديو النهاردة هنعمل طاجن رز معمر في القلاية الهوائية الاير فراير. تحفة، مخدش وقت معايا خالص. هنجيب الطاجن بتاعنا وهننزل فيه بكوبايتين رز مصري مغسول ومنقوع 10 دقايق، عليهم معلقتين كبار سمنة بلدي ومعلقتين كبار قشطة بلدي ومعلقة صغيرة ملح. هقلب كل ده مع بعض كويس قوي بالشكل ده. بعدين هضيف كوباية لبن سخن وكوباية مية سخنة علشان الرز يستوي كويس ويطلع مفلفل معايا. بعدين هنقلب الرز كويس قوي من تحت لفوق كده عشان نتأكد انه استوى. بعدين هغطيه بفويل وهسخن الاير فراير الاول على درجة حرارة 200 لمدة 3 دقايق. بعدين هدخل الطاجن على درجة حرارة 200 برضو لمدة 15 دقيقة. بعدين هنزل درجة حرارة الاير فراير ل 160 وهسيبه 15 دقيقة كمان. واول ما يخلصوا هشيل الفويل وهدخله 5 دقايق لغاية لما الوش يتحمر بالشكل ده. وهو لسه سخن كده هعمل فيه فتحات بالمعلقة وهحط على وشه قطع من السمنة البلدي وشوية قشطة. يجنن بجد، ريحته وطعمه رهيب، لازم تجربوه وبألف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.